السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى غنحضر معكم البسبوسة هذا الشكل ديالها، واللي حضرتها أيضا بواحد الكريمة ديال المهلبية بالجبن البلدي. دابا إن شاء الله كنتمنى تتابعوا معايا الفيديو. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. ندوزو المقادير. عندي هنايا 300 غرام ديال السميد الناعم اولا السميده الرقيقه باش كنصاوبوا الحرشه. عندي كاس ديال جوز الهند، عندي كاس مع مرش ديال السكر، نصف كاس ديال الزيت النباتيه، 2 كؤوس ديال الحليب. اللي بغى يستغنى على الحليب يستعمل كاس ديال الياغورت اولا 2 كيسان ديال الياغورت. اللي بغى يدير كاس من الحليب كاس من الياغورت يمكن ليه يديرو. 2 ديال الساشي ديال خميره الحلويات، قبيصه ديال الملح وشويه ديال الفاني. عندي 4 ديال البيضات ومبشور حامضه او مبشور ليمونه. والاناء اللي غادي نستعمل فيه هاد البسبوسه هو هذا اللي فيه 2 ديال الحفاري. دابا ان شاء الله غادي ندوزو نحضروا الكيك. هنا غادي نستعمل البيض وغادي نزيد عليه السكر، غادي نخدمهم مزيان مزيان حتى يذوب السكر. غنضيف الفاني والقبيصه ديال الملح. دائما نفس المبدا، من بعد ما كتذوب لينا سنيده اولا السكر في البيض كنضيف الزيت. المبشور ديال الحامض، جوز الهند كنخلطوه مع السميد الناعم عاد كنضيفوه. هنا دابا غنضيف الكأسان ديال الحليب. صافي، وغنبدا نضيف السميد والجوز اللي هما مخلطين. صافي، غنضيف الخميره، غنخلط مزيان وما نبالغوش في الخلط باش السميد ما يطلقش لينا داك الجلوتين. صافي، وغنفرغها في المول. هانتوما هذه هي الكثافه ديال الخليط، ما كيجيش خفيف وما كيجيش عاود ثقيل. دابا غنفرغو في المول. صافي، من بعد ما فرغته دابا غادي ندخلو للفرن يطيب على 160 170. ملي يكون الفرن ساخن ونقصوا عليه واحد شويه، يعني تكون 160 على الاكثر. صافي حتى تحمر ان شاء الله ونخرجوها. هنا من بعد ما طابت الكيك هي خليتها حتى بردات وحضرت الستيرو باش غادي نسقيها. الستيرو خصو يكون سخون. كندير كاس ديال الماء وكاس ديال السكر. بسم الله. السميده راه كتشرب، خاصه هاد الجوانب هادو، حيت مازال غادي نعمر هادوك الاماكن الفارغه بالمهلبيه. بطبيعه الحال كنسمو الماء والسكر بالحامض اولا بالليمون. صافي، فقط هذا القياس هذا تقريبا نص كاس اللي كيدخل فيها باش كنسقي. دابا غندوز نحضر الكريم. باش غنحضر هاد المهلبيه عندي هنا 3 ديال الكؤوس ديال الحليب بارد. غنزيد عليه 2 الملاعق ديال السكر، رأس ملعقه ديال الفاني، 2 ملاعق كبيره ديال نشا الذره. باش غادي نغنيو هاد المهلبيه هادي عندي هنايا تقريبا نصف كاس ديال الجبن البلدي اللي كنحضروا في البيت. اللي ما عندوش يستعمل الياغورت الطبيعي.
صافي غنخلط هاد المكونات هادو، غادي نديرهم حتى تعقد فوق النار. عاد غادي نضيف هذاك الجبن، هو باش غادي نعمر هذاك الاماكن اللي في الكيك. صافي هنا من بعد ما عقدت الكريمه بهذا الشكل كنضيف هذا الجبن وكنخلط صافي وكنفرغها. بالنسبه للتزيين من بعد ما بردت الكريمه كنزينها بشويه ديال الفستق او كاوكاو او داكشي المتوفر عندكم. كنمشي فقط مع الجوانب. هانتوما هذا هو الشكل ديال البسبوسه من بعد ما طابت، من بعد ما درت لها التزيين. انا فقط درت هاد الجوانب هادو، يعني ما بغيتش نغطي داك اللون الابيض، وباش نخرج اللون الابيض درت هاد الموف او البنفسجي اللي كاين في البتلات ديال الورد البلدي بهذا الشكل هذا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وما تنساوش البنات ديروا لايك واشتراك ايضا للقناه باش تدعموني باش نعطي الجديد ان شاء الله. والى اللقاء ان شاء الله في وصفه قادمه بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله.